الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الحرية والاستقلال وأنقذنا من الاحتلال الأمريكي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العلي العظيم. قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام المباركة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أتحدث إلى حضراتكم السامية عن فصل جديد في تاريخ الأمة الأفغانية، ويوم عظيم لا يقدر قيمته بثمن، فإنها نعمة الحرية، نعمة الاستقلال، نعمة لا يشعر المرء بقيمتها إلا إذا فقدها أو عاش مرحلة الاستعمار ورأى بأم عينيه ظلم الاحتلال وعدوانه وطغيانه. يستشعر بقيمة هذه النعمة الجليلة وبثمنها الغالي من قضى عمره وأفنى أيامه في الظروف الحرجة والظلمات القاتمة والسجون القاسية، مثل سجن بغرام الأمريكي الوحشي. وذهبت سنواتهم في غياهب المعتقلات، وبذلوا النفس والنفيس فنالوا الشهادة. ولا تحسبن الذين قتلوا ورضوا بما قدره الله عليهم وأفرغ على قلبهم الصبر وصب على صدرهم المصابرة. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة، تعلمون أن هجم الأمريكي الصليبي على كثير من بلاد المسلمين وأخذ كثيرا من خيراتنا لما ضعف المسلمون في بلدنا هذا، حيث انتشرت فيهم الآفات والمزعفة للقلوب والمفرقة للصفوف والتهاون بالصلاة والإعراض عن العلم النافع في الدين والدنيا وغير ذلك في الأبدان، مما جعل كثير من المسلمين لقمة سائغة للأعداء. لكن من رحمة الله وفضله أن سخر الله لهذه الأمة من يوقظها من سباتها وينبهها من غفلتها، فبعث الله المجاهدين المجددين للإسلام مثل أمير المؤمنين الملا محمد عمر المجاهد رحمه الله. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود. أيها المستمعون الأفاضل، هل تدرون ذلك اليوم الذي ارتحل آخر جندي أمريكي من أفغانستان؟ هو 31 من شهر أغسطس عام 21 بعد 2000، يوم رحيل آخر جندي أمريكي من أفغانستان بعد احتلال استمر 20 عاما. يوم جاء فيه الحق وزهق الباطل، يوم انكسر فيه قرن الطاغوت الأكبر، يوم خرج فيه المحتلون أذلاء صاغرين مطرقي رؤوسهم نادمين أشد الندامة على احتلال أرض الأبطال ومقارع الجبابرة وملقني دروس العبرة للمحتلين عبر التاريخ. يوم قد أشرق بعده صباح الحرية والاستقلال، فاشكروا على هذه النعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.